أهلا بيكم معانا في فيديو جديد. لما بنيجي نتكلم عن نسب السيولة بنكون بنتكلم عن التزامات الشركة على المدى القصير، لكن لما بنتكلم بقى على نسب الدين بنكون بنتكلم على الالتزامات على المدى الطويل. يعني مثلا النسب زي النسبة الجارية أو النسبة السريعة دي بتقيس قدرة الشركة على تغطية الالتزامات القصيرة بأصولها الحالية، لكن بقى النسب اللي بنتكلم عنها دلوقتي هي زي نسبة الدين إلى حقوق الملكية أو الديت تو ايكويتي. دي بتورينا الصورة الأكبر. هل الشركة دي عليها ديون كتير وهل تقدر تسددها على المدى البعيد ولا لأ؟ ودي واحدة من أكتر النسب استخداما، بالظبط زي نسبة السعر الربحية أو زي البي ريشيو المشهورة جدا. هتلاقي ناس كتير بتبص على نسبة الدين لحقوق الملكية لما تيجي تقيم شركة. فازاي بقى بنحسبها؟ ببساطة جدا احنا بنفتح الميزانية العمومية اللي هي البالانس شيت ونبص على التوتال لايبيليتيز ونقسمهم على حقوق المساهمين اللي هي الشير هولدر ايكويتي. يعني باختصار بنقارن الفلوس اللي الشركة استلفتها مقابل الفلوس اللي المساهمين حطوها في الشركة. والمعني من النسبة دي هل الشركة بتعتمد بشكل كبير على الديون علشان تكبر وتشتغل، ولا بتشتغل بشكل اكتر على تمويل من ارباحها او من فلوس المساهمين؟ لو النسبة عالية ده معناه ان الشركة عليها ديون كبيرة جدا، وده ممكن يكون خطر، لان لو الارباح قلت او الظروف ساءت الشركة ممكن ما تقدرش تسدد الديون دي، وساعتها ممكن تدخل في مشاكل كبيرة زي الإفلاس. واحيانا بنشوف شركات بتقولك استنوا علينا سنة عندنا منتج جديد وهيغير اللعبة، لكن في نفس الوقت تلاقيهم بيزودوا ديونهم اكتر واكتر، وده طبعا مؤشر بيقلق شوية. وعشان كده بنقارن نسبة الدين لحقوق الملكية بين الشركات وبعضها، خصوصا الشركات اللي بتكون في نفس القطاع. لو لقيت شركة نسبتها أعلى بكتير من الباقيين لازم تسأل نفسك هو ده ليه وهل ده خطر ولا لأ. ولو لقيت شركة نسبتها قليلة فده غالبا بيكون مؤشر إيجابي للشركة دي. بس خد بالك مش كل الديون بتكون سيئة، في شركات بتاخد قروض عشان تفتح مصانع أو تشتري شركات تانية أو تستثمر في مشاريع كبيرة، وده طبيعي لو العائد من الاستثمار ده هيكون أعلى من الفايدة اللي الشركة بتدفعها على القرض أو الدين ده، ساعتها الدين ده ممكن يكون مفيد. لكن القاعدة العامة إن الأقل أحسن، يعني كل ما نسبة الدين لحقوق الملكية أو الديت تو ايكويتي بتكون أقل كل ما كان الوضع المالي للشركة أحسن، وخصوصا لو في أرباح كويسة وكاش داخل للشركة وانتظام. ولو لقيت شركة بقى ما عندهاش ديون خالص فده كويس جدا، بس برضو مش لازم تتفاجئ لو لقيت شركة عليها شوية ديون، لأن أغلب الشركات الكبيرة بيكون عندها ديون بنسب معقولة. ببساطة ركز على النسبة دي لما تيجي تحلل أي شركة، لو لقيتها عالية جدا مقارنة بغيرها خد بالك، لأن ده ممكن يكون إنذار خطر. ولو لقيتها قليلة ومعقولة فدي نقطة إيجابية تحطها في بالك وانت بتختار الأسهم اللي بتتداول عليها. في النهاية ده كان فيديو النهاردة، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. وزي ما قلت لكم كورس التداول في أسواق الأسهم الأمريكية هيكون متاح لحضراتكم قريب، واللي حابب أن هو يحصل عليه في البداية بخصم يصل ل 25% يقدر يتواصل معانا من الرابط الموجود تحت الفيديو في الديسكريبشن. وطبعا لو في أي أسئلة بخصوص اللي بنشرحه أو أي استفسار نتشرف بتواصلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.